أرملة إبراهيم شيكا تعلن تصالحها مع عائلته. حسبي الله ونعم الوكيل في الناس اللي كانت مولعة الدنيا. بث مباشر. أعلنت أرملة لاعب نادي الزمالك السابق إبراهيم شيكا تصالحها مع أسرته اليوم بعد خلافات بينهم استمرت لشهور على الميراث. وزعم شقيق الراحل بأن صديق شيكا استولى على أمواله من خلال المحفظة الإلكترونية قبل وفاته. تصالح أرملة إبراهيم شيكا مع عائلته بعد شهور من الخلافات. ونشرت أرملة اللاعب إبراهيم شيكا منشورا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتبت: الحمد لله على كل حال مكنش فيه يوم أحسن من يوم عاشوراء للصلح، والنهاردة تمت قعدة صلح مع أهل فقيد قلبي زوجي الغالي واتراضينا. واستكملت: حسبي الله ونعم الوكيل في الناس اللي كانت مولعة الدنيا وعماله تتكلم عليا هناك وحش واللي كانوا بيوصلوا كلام مش حاصل. حسبي الله ونعم الوكيل ويا رب ما يجي زعلتاني وولادي يكبروا في وسط أهلهم من غير أي وجع قلب وأي كلمة اتقالت في حقي مسامحه فيها. وتبعت: إبراهيم زي أمي بالضبط وربنا يعينها على فراقه ويصبر قلوبنا جميعا يا رب.